تحتمس الثاني وصل للعرش وحكم البلاد فعلا بعد وفاة والده تحتمس الأول، وهو تزوج من أخته حتشبسوت. طبعا كان زواج سوري لأن هو زواج سياسي علشان تبقى السلطة داخل الأسرة الملكية. تحتمس الثاني كان شخصيته قوية جدا، ما كانش شخصية ضعيفة زي ما الفيلم بيصوره، بالعكس ده هو كمان كان من المحاربين الكبار. خرج في حملة عسكرية وهو في بداية سنوات حكمه ورجع منها منتصر، لكن مع الأسف اختفى بعدها بشهور وما نعرفش اختفى ليه أو اختفى في أي ظروف، لدرجة أن أغلب علماء التاريخ بيعتقدوا أنه هو قتل، والمرجح أن تكون حتشبسوت هي اللي قتلته، لكن احنا ما عندناش دليل قاطع على هذه المعلومة. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كلمة